جمال ما بعده جمال أن تعيش في ظلال القرآن. ففي فجر هذا اليوم كان القارئ يقرأ من سورة نبأ وفاطر، وها هنا عشنا مع جمال الصوت وذكرة الأداء من آخر سورة مريم وصدر سورة طه خير الخلق وأحلاها صاحب القرآن. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. نعم، عشنا مع جمال الصوت وإحدى روائع المصحف المجود لقارئنا الكريم في هذا التكريم المبارك، وما بين عموم أهل الحمى وآل فرس أصحاب الواجب الكبير في كل مكان. عشنا مع صاحب النغم الرنان فضيلة القارئ الشيخ ثروت محمد إبراهيم عبد العزيز، ولو ظل قارئنا يعزف بهذا المزمار من مزامير آل داوود ما مللنا ولا كللنا مع هذا النغم القرآني. فنسأل الله أن يكون في مصرنا في كل بيت قارئ للقرآن. فضيلة القارئ الشيخ ثروت محمد إبراهيم عبد العزيز، نبت قرآن من بيت قرآن، بيت تحفه الملائكة آناء الليل وطرف النهار. ابن مرتضى فاقوه الشرقية، قارئ أشرف بتقديمه في شتى البلدان. أسأل الله أن يحفظه ويرعاه في ظلال القرآن. شكر وتقدير وعرفان ورد الجميل باسم تآلف جميع هذه البلاد المحبة للقرآن. وأشكركم باسم صاحب الفضيلة سيادة الأستاذ الدكتور زغلول سعد المحبوب من كل الناس. وأشكركم باسم الأشقاء الكرماء الأستاذ محمد سعد والأستاذ عبد العظيم سعد والكريم الوالد أحمد فرج. وطبتم وطاب منشاكم وعظم الله أجوركم جميعا. أيها الأحبة، نقلت هذه التلاوة على روح الأخت الكريمة الراحلة مع سطر الضيافة الذي أراه في أبهى الصور في خدمة القرآن، ابن هذا المكان الكريم والجميل في ذكرته والمؤدب في تعاملاته، كما أقول دائما في كل مكان، الحاج إبراهيم النجدي. هندسة توصية أولاد العربي أحمد علي بمنزل ميمون، وتقديم واجب الضيافة عوف أبو جميل ابن منشات رضوان، إضاءة الوطاء فتح الفنان أبو كبير، تحت لواء وقيادة الحاج إبراهيم النجدي. أيها الأحبة، إن الأيام تنقضي ومضى شهر رجب شهر الله الحرام، وأتى شعبان الذي ترفع فيه الأعمال. فكان حبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام في شهر شعبان، وما أنا وأنت إلا في حاجة لنصوم يوما طويل حر لنقي وجوهنا من خريف جهنم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما لله في سبيل الله باعد الله بينه وبين وجهه 70 خريفا عن نار جهنم. الأخت الكريمة رحلت في شهر كريم، وما أجمل القرآن الكريم، فيومها نادي والهواء فيه بقدرة الله الهادي أصبح هادي. فمر يومان شديدان الحر، كنا البعض لا يخرج من بيته، فنسأل الله أن يقينا عذاب جهنم، وهذه بشرى لها بأنها من الصالحات. وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا بها كما جمعتنا في هذا المكان. والآيات في سياقها عندما ينادي المولى عز وجل: طه، بمعنى يا رجل،
قدميه، وطه بمعنى يا طه رسول الله. والحروف في القرآن المقطعة 14 حرف: ألف لام ميم، ألف لام راء، طا سين عين سين قاف، كاف ها يا عين صاد، طه ياسين نون والقلم وما يسطرون. إذا قرأت هذه الحروف مقطعة على امرأة متعثرة الولادة يسر الله ولادتها، وإذا قرأتها على رجل يشتكي من الصداع لتعدلت الأوضاع. واعلم وأنك ساجد إلى الله، فإن الضغط المرتفع والمنخفض يعتدل بقدرة من يقول للشيء كن فيكون. والآن الموعد واللقاء مع القرآن الكريم نحيا، ولكن تذكرت قولا أستأذن مولاي فضيلة القارئ الدكتور ناصر أحمد علي الذي أسعد بلقائه على الأقل في الأسبوع مرتين لأنه محبوب في كل البلدان. ذات يوم من الأيام صلى سيدنا موسى 40 يوما لينزل المطر، ولم ينزل المطر وهو نبي ورسول. ولما يئس سيدنا موسى عليه السلام قال لقومه انصرفوا مأجورين، فلن ينزل المطر في قوم مذنبين إلا رجل أعور جلس على قمة الجبل وقال يا موسى والله لن أغادر هذا الجبل إلا إذا أنزل الله المطر. فقال له سيدنا موسى عليه السلام متعجبا أيها الرجل الأعور أينزل الله بك المطر؟ قال دعني ربما يستجيب لي ربي. فلما انصرف القوم وإذا بالرجل يدعو ربه فينزل المطر من السماء، فيتوجه سيدنا موسى عليه السلام بهاتفه المحمول كليم الله يا حجبت المطر بدعاء نبيك موسى ولما أنزلته لهذا الرجل؟ قال يا موسى إنك لم تتعلم معه مقام الأدب. إن هذا الرجل ذات يوم من الأيام نظر بعينيه إلى الحرام ففقع إحداها بإصبعه وقال لها يا عيني أتجرأت أن تعصي الله وتنظري إلى الحرام؟ والله لأطفئن نورك يا عيني خوفا من الله. ألا يستجاب له؟ هيا بنا أيها الأحبة، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. نصلي على الحبيب محمد في مثل الختام. وقائمة الأمام مدرسة قرآنية يجب أن تدرس لجميع القراء مولاي فضيلة القارئ الشيخ الدكتور ناصر أحمد علي، فقرة الراء مصر وجمهورية مصر العربية، وعضو نقابة الراء مصر والعالم الإسلامي، والقارئ والمقيم بالوضعية الإبراهيمية الشرقية. ماشي لسه موجود ان شاء الله.